السلام عليكم أصدقائي بأحلى تحايا الحب. أجدد لقائي معكم وقناة أرشيف عراقي قديم. موضوعنا أصدقائي عن أهم القنوات التي قد فتحت وأغلقت في وقتنا هذا، في إعلامنا هذا. والله ما أدري، إحنا هم عندنا إعلام عراقي، هم عندنا قنوات، ما أدري. أهم القنوات التي قد فتحت وأغلقت يا أخوان: قناة الحرية، وقناة الغربية، وقناة البابلية، وقناة العباسية، وقناة الحضارة، وأيضا قناة البغدادية الأولى، وأيضا قناة البغدادية الثانية، وأيضا قناة الشاهد كلاسيك، وقناة الشاهد المستقبل، وأيضا من القنوات قناة فيس العراق، وأيضا قناة عراقنا، وغيرها من القنوات التي قد فتحت وأغلقت، منها القنوات الدينية والقنوات الإخبارية والقنوات الترفيهية وغيرها من القنوات. اخوان، ليش هيك اعلامنا صار؟ سولفونا. ليش اللي مو قدها ليش يفتح قناة؟ اللي مو قد المسؤولية ليش يفتح قناة؟ يا اخوان، الشعب العراقي يريد قنوات، الشعب العراقي يريد فن، الشعب العراقي يريد ثقافة في الاعلام. ليش يا اخوان نريد اعلامنا يرجع؟ ليش هسه واحد من يقلب بالتلفزيون نفسك وما تحب من القنوات، نفسك وما تشتهي من القنوات؟ ليش عراقنا الحبيب ما يصير هيك؟ ليش اعلامنا العراقي ما يصير هيك، بحيث واحد منين ما يقلب بالتلفزيون اكو قنوات عراقية؟ ليش ما يرجع اعلامنا يا اخوان؟ هذا اللي نتمناه، انه اعلامنا يرجع، وبالخصوص اعلامنا القديم يرجع، وحتى من ناحية الفن من قنوات قديمة، برامج فنية، برامج ترفيهية، وأيضا مسلسلات عراقية قديمة، مسرحيات عراقية قديمة، أفلام عراقية قديمة، أغاني عراقية، منها أغاني السبعينات وأغاني التسعينات. أخوان، هذا اللي نتمناه إحنا هذا اللي نتمناه بإعلامنا وبالناس اللي يتابعونه، إنه الإعلام نريده يرجع، والقنوات الفضائية نريدها تكثر وتزيد. هذا اللي نتمناه، إنه نريد إعلام ونريد قنوات فضائية، وما نريد قناة تنفتح اليوم وورا شهر تنسد. والله شنو ما عنده إنه يدفع للقناة أو للقمر أو للإعلاميين اللي يشتغلون بالقناة اللي هو جايبهم. أنت ذا مو قدها ومو قد المسؤولية، لا تفتح قناة يا أخي. أريد اللي يفتح قناة يستمر طول العمر مثل ما هو قنوات استمرت. هذا اللي نتمناه يا أخوان، وتحياتنا لكم، وخادمكم أحمد أبو مهدي الخفاجي.